السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن افضل الحاجات اللي ممكن نعملها في الاجازة، سواء كنت لسه مخلص ثانوية عامة او طالب جامعي. الاجازة وقت رائع جدا لتطوير نفسك واكتساب مهارات جديدة، بدل ما انك تضيع وقتك على السوشيال ميديا او قدام التلفزيون. اجازة الصيف بتيجي مرة واحدة في السنة، ومعاها فرص لا تنتهي لتطوير نفسنا واكتساب مهارات جديدة. بس هل فكرت في مرة ازاي ممكن تستغل الاجازة دي بشكل مختلف؟ كتير مننا بيقضوا الاجازة في الراحة والتسلية وما بيعملوش اي حاجة، لكن النهاردة هشارك معاكم 10 حاجات لو عملتوها مش بس هتستمتعوا بوقتكم، لكن كمان هتكتسبوا مهارات جديدة وهتجهزوا نفسكم للمستقبل افضل. خليكم معايا لحد اخر الفيديو عشان نتعرف على الافكار دي مع بعض. هتشوفوا ازاي كل فكرة ممكن تغير حياتكم بشكل ايجابي وتحول اجازتكم من وقت عادي لفرصة ذهبية ما تتعوضش. اول حاجة ممكن تعملها عشان تطور من اجازتك وهي انك تتعلم لغة جديدة. تعلم لغة جديدة مش بس بيفتح لك ابواب جديدة، لكن كمان بيساعدك تفهم ثقافات مختلفة. ممكن تبدأ بتطبيقات زي دوميلينجو او الامريكان انجلش، او تشترك في كورسات اونلاين على مواقع زي يوديمي او كورسيرا. حاول تخصص وقت كل يوم للتعلم، وابدأ بالكلمات الاساسية والجمل البسيطة، وابعد عن الجرامر في البداية. كمان ممكن تشوف افلام او تقرأ كتب باللغة اللي بتتعلمها عشان تتعود على النطق والسياق وتعود نفسك على اللغة بتاعتها. تاني حاجة، وهي للأسف الوعي عند الشباب عنها متأخر شوية او قليل شوية، وهي العمل التطوعي. العمل التطوعي مش بس بيضيف لقيمة مجتمعك، لكن كمان بيكسبك مهارات اجتماعية ومهنية. بحث عن منظمات محلية بتحتاج لمتطوعين، سواء في التعليم أو الرعاية الصحية أو حماية البيئة أو النشاط الطلابي. التطوع هيساعدك تتعرف على ناس جديدة وتبني شبكتك الاجتماعية وتكتسب مهارات زي القيادة والعمل الجماعي اللي هو التيم وورك يعني. وتالت حاجة انك تنضم لدورات اونلاين او كورسات. يعني مواقع زي كورسيرا ويوديمي بتقدم كورسات في مختلف المجالات، من البرمجة للتسويق للفنون. اختار مجال يهمك او حابب تتعلم عنه اكتر واستثمر وقتك في التعلم. الدورات دي يا صديقي مش بس هتضيف لمهاراتك، لكن كمان هتكون ميزة إضافية على سيرتك الذاتية. حاول تبدأ بكورسات قصيرة أو قليلة، بعد كده دور على حاجة أعمق في المجال بتاعك. رابع حاجة وهي إنك تمارس رياضة. الرياضة مش بس لتحسين اللياقة البدنية، لكن كمان لتحسين المزاج وتقليل التوتر. اختار رياضة بتحبها، سواء كانت جري، سباحة، يوجا، أو حتى رياضة جماعية زي كرة القدم. حاول تخصص وقت يومي أو أسبوعي لممارسة الرياضة. كمان ممكن تشترك في صالات رياضية أو مجموعات رياضية لتحفيز نفسك. خامس حاجة وهي القراءة. القراءة بتوسع مداركك وبتضيف لمعلوماتك. اختار كتب في مجالات مختلفة زي الأدب، العلوم، التنمية الذاتية، الاقتصاد. ولو بتواجه صعوبة في القراءة، ابدأ بقراءة الكتب القصيرة أو القصص القصيرة، وحاول تخصص وقت يومي للقراءة. القراءة مش بس بترفع مستوى معرفتك، لكنها كمان بتحسن من قدرتك على التركيز والتحليل، اللي للأسف مع السوشيال ميديا اتدمرت المهارتين دول. رقم 6 وهي انك تطور مهاراتك الشخصية. جرب انك تتعلم مهارات جديدة زي الطبخ، الرسم، التصوير الفوتوغرافي، او حتى انك تعزف على آلة موسيقية. ده بس مش هيديك مهارة جديدة، لكن كمان هيساعدك تكتشف جوانب جديدة في شخصيتك. ممكن تبدأ بتعلم أساسيات المهارة اللي اخترتها من خلال دروس على اليوتيوب او الانضمام لدورات تعليميه برضه. سابع حاجه وهي نقطه يعني فيها جدل شويه، وهي الرحلات والسفر. طبعا السفر بيفتح ذهنك وبيعرفك على ثقافات جديده، وللاسف عشان انت مش هتقدر تسافر لمكان بعيد في الفتره دي بسبب الظروف الاقتصاديه، جرب ان انت تشوف بلد جنبيك او مكان جديد في بلدك تستكشفه. والسفر ده هيضيف لتجاربك الشخصيه وبيساعدك تتعلم حاجات جديده عن نفسك وعن العالم. خطط لرحلات صغيره او استكشافيه لتستمتع بوقتك وتتعلم في نفس الوقت. تامن نقطه وهي ممكن تكون اهم نقطة في الفيديو ده، وهي انك تبحث عن فرص تدريبية. ابحث عن فرص تدريبية في مجالك او في مجال جديد عايز تتعلمه. التدريب ده هيساعدك تكتسب خبرة عملية ويعرفك على سوق العمل، ده اللي للاسف التجربة الاكاديمية ما بتركزش عليه. استخدم موقع زي لينكد ان او اندد او حتى على الفيسبوك وابحث عن فرص تدريبية. تأكد من تحديث سيرتك الذاتية واعداد خطاب تحفيزي جيد ان انت تتقبل عشانه. رقم 9 ان انت تبدأ في مشروع خاص. مشروع خاص هنا ممكن تكون فكرة زي مثلا قناة على اليوتيوب او صفحة او مدونة حتى، لان الاجازة هي الوقت المناسب ان انت تبدأ فيه. ابدأ بتحديد هدفك وجمهورك المستهدف وحط خطة عمل تمشي عليها. المشاريع الخاصة مش بس بتضيف لخبراتك، لكنها كمان ممكن تكون بداية لعملك في المستقبل. 10 نقطة وانا خليتها الاخيرة لانها ممكن تكون حتى في اخر يومك او تخليها يوم في اخر الاسبوع، وهي الراحة والاسترخاء. الراحة هي جزء مهم جدا من تطوير نفسك.
خد وقت للاسترخاء واستعادة طاقتك. جرب التأمل، قراءة القرآن أو الاستماع للقرآن، وادي وقت مع العيلة والأصدقاء. الراحة هتساعدك تجدد نشاطك وتكون جاهز لمواجهة التحديات الجديدة وتجدد من طاقتك. في النهاية الأجازة فرصة لتطوير نفسك واستكشاف مجالات جديدة. استغلوا كل لحظة بشكل إيجابي، وافتكروا دايما إن كل تجربة بتضيف لقيمة حياتك. ما تنساش تشاركنا في التعليقات إيه النشاط اللي ناويين تبدأوا بيه، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.